يخبرونك بأنه من جد وجد، ومن زرع حصد، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن سار على الدرب وصل. ولكن أحدا لم يخبرك بأنه من سار على الدرب تعثر وسقط، تألم ونهض، خذل ووقف، كابد اليأس مرارا وحارب، ثم مشى بعزيمة وظن بالله ظنون الخير كلها، بل يقينا وهدى لذلك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على نبينا محمد البنات. ونبدو يلا فيديو تاعنا نهار اليوم كله طاقة إيجابية وإطلالة طيبة مشرقة متجددة بهذه الليلة سبحان الله الطيبة لنفحات الأصالة من بيتي المتواضع الصغير. أقاسمكم وأشارككم تحضير مربى تقليدي تاع الأمهات تاعنا والجدات، ونحن بموسم البرتقال المنعش. وكما تعرفوا كاملكم تعرفتوا عليا محبة للحمضيات ولا لي زاغروم، نحضروا بهم وصفات عدة متنوعة وفيها فايدة وقيمة غذائية للصحة نتاعنا. وسبحان الله، الله المستعان، الله تعالى ما خلقش أي شيء في هذه الدنيا عبثا. سبحان الله، في فصل الشتوية خلق لنا هذه الحمضيات الذكية المنعشة المليئة بالفيتامين سي المقاوم لجميع الالتهابات. بعد اللي نحينا له زيوت الطيارة والقشرة الخارجية، زست دورانج، خليناه ليلة كاملة، خليته في الماء، مغطس في الماء ولا مغطى بالماء باش نتخلصوا من المرارة نتاعه. طيلة ليلة كاملة. صباحا قمت بسلقه في ماء مغلي كما كتشوفوا، قريصة تاع الملح، نتخلصوا من هذيك المرارة. نحيناه يبرد بجيه، ثم قمنا بتقطيعه بهذا الشكل. نحينا هذاك القطمير والعوسج هذاك الدخلاني اللي يشكل مرارة للبرتقالة. بعد ذلك نوجد الشراب المحلى. أنا كنت عندي كمية كبيرة بنات، أكثر من 4 كيلوغرام، الله يبارك تبارك الرحمن. قمت بتحضير مربى بكمية كبيرة بنوعين. النوع الأول هذا التقليدي اللي نقدموه في الأعياد ونزينوا به طاولات والصينيات القهوة للضيافة والأعياد وكامل. والمربى النوع الثاني اللي قمت ب رحي ولا كيفاش سحقه، قمت ب والله مانيش عارفة البنات، لست أدري كيف يقال. المهم هنايا كتشوفوا معي بهذا الشكل البنات، نقوموا بهذه المرحلة ونخلوا البراج ولا السنانف ولا الهليلات تاع البرتقال تاعنا بجيه، بينما وريثما نحضر الشراب المحلى. أنا قمت بتحضير 3 كيلوغرام في لتر واحد ماء. كما على بالنا كامل متعارف أن البرتقال وجميع الحمضيات تحوي على نسبة كبيرة من العصير أو المياه. لا داعي باش نضعفوا كمية الماء باش يجي المعجون تاعنا خاطر وطيب بهذا الشكل. ننتقل للموضوع نتاعنا الحالي اللي حبيت نتكلم لكم فيه البنات، موضوع الاقتصاد اللي سبحان الله أصبح يؤرق الكثيرات ويؤرق العديد من السيدات، سواء كان أو كنا يعملن خارج البيت أو ماكثات في البيوت. الاقتصاد كان من الواجب أن يكون، شوفوا نقطع البنات هنايا، حبيت نتقاسم معكم ونشارككم هذه المادة من مواد التنظيف الرائعة، الأكثر من رائعة. ملي تعرفت على هذه المادة البنات أغنتني على إهدار المجهود الكثير إزاء الأرضيات. كنت مهتمة بزاف باغتيغ لي برودوي ونسيق أكثر من مرة في النهار.
سبحان الله العظيم، ماجيك جال يغنيك عن أكثر من 3 مواد في مادة واحدة. وخاصة لا تبحثوا البنات بعد اللي تنظفوا الأرضية، المعطر الجو يكون بنفس الرائحة تاع المادة اللي نظفتوا بها. وهنا فقط كفكرة أو تدبيرة، دائما حاولي توحيد العطر منظف الأرضية بمعطر الجو، يصبح جو البيت منعش. نسائم النظافة والتعطير مع التهوية، خاصة الخزامة التي أعشقها. الخزامة عطر نفاث البنات. وحقيقة حتى ولا اقتنيتم كمية قليلة من الخزامة وقمتم بتبخير الجو مع قطع البرتقال والليمون في البيت وقطعة من القرفة، سيكون الأمر رائعا جدا. هنا شاركت معكم بعض المشتريات ذات أهمية. أنا هذه الفترة تاع نزلات البرد وكامل ما يخطانيش كامل الحمضيات، خاصة الليمون الهندي اللي نجيب منه، يجيب الزوج الكريم كميات كبيرة. ولا حبيت نشارك معكم وصفات بالليمون الهندي خاصة كتحضيرات للشهر الفضيل. أنا نوجد به وصفة سرية لتحضير الديك الرومي. من أحب ذلك تخلوا لي في التعليقات ونتقاسم معكم. مؤخرا أصبحت أواجه بعض المشاكل في المونتاج ومساحة التخزين، وأنا ربما مضطرة لتجديد الهاتف وما رانيش واجدة، لهذا راكم تشوفوني نطول الغيبة عليكم البنات، اعذروني لذلك. والله العظيم بخلدي كمية زخم كبير من الفوائد والهمسات والوصفات، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ما نمشوش غير وين ما سهل الله تعالى علينا. هذه هي. جبت كمية كبيرة من زيت الزيتون، نوصيكم وننصحكم به كتخزين هام جدا في بيت الخزين ولا في دار ستوك ولا كما حبيتوا سميوها. المهم زيت الزيتون لا يعلى عليه كمادة أساسية في الخزين. أنا كنت اقتنيت كمية لا بأس بها، لو كان تشوفوني تحيروا البنات، ما شاء الله تبارك الرحمن. خبيتها كل مرة كنت نشري كمية. هنا فقط هذه الكمية الأخيرة اللي كنت شريتها تقسمتها معكم. الله المستعان. زيت الزيتون سبحان الله مادة ما نستغنوش عليها. أنا من قديم الزمان هي مادتي الأساسية في المطبخ. هنا كان خلاص لي كمية السكر، كنت جبت اقتنيت أكثر من 15 كيلوغرام فقط للتنبيه. أقوم دائما بشراء كيلوين معا، الوزن يكون محدد فقط باش نقوم بوصفة معينة. مثلا كي حبيت نحضر المربى قمت بشراء 2 كيلوغرام مع بعض كما نقولوا بلا ما نضطر للميزان. هذا ما كان البنات. أما باقي المجمع الآخر للسكر فيحوي على عينة 1 كيلوغرام في كل عينة بوزن 10 كيلوغرام. الله يبارك يبقى في بيت الخزين. قمت أيضا باقتناء هنايا فقط أيضا كإشارة، ربما تتسألوا البنات، كان عندي مشكل صحي بسيط أنا أضطر لتناول الأناناس كفاكهة تحل المشكل نتاعي. لذلك أحاول دائما حتى ولما تحصلت عليه فاكهة فإن أضطر دائما لشراء الفاكهة هذه على شكل معلب أو في شكلها المعلب. هنايا كان خلص لي في بيت الخزين الأناناس، قمت أيضا بشراء كمية أخرى باش نخليها. وبعض المشتريات البسيطة كنت نحتاجها في المطبخ نتاعي. إذا أحببتم أيضا أن أفسر وأشرح لكم كيفية تعامل مع بيت الخزين للسيدة الناضجة الواعية، لا لإهدار المجهود والوقت والمال، وخاصة في خضم هذه الظروف لتمس الأزمة العالمية،
كامل الدول المتطورة والنامية وكامل. إلى ذلك الحين نتمنى إن شاء الله ملتقى طيب يجمعنا معكم في أمان الله. ما تنسوش تشجيع وترك علامة الإعجاب.